هديك مكافأة على ايه؟ اللي بديله مكافأة ده واحد جاهد، واحد كافح، وقف قدام شهواته، رفض الخطية، صلى، صام، لا يستحق أن يوضع عليه إكليل البر. عشان كده القديس بولس يخاطب تلميذه تيموثاوس ويقول له: جاهد بهذا الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت بالاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. يبقى الإنسان عشان يكافئ لازم يكون جاهد، وعشان يجاهد يبقى لازم الله يديله حرية الاختيار، يمشي هنا ولا تمشي هنا. هتتعب شوية في الطريق الحلو بس آخره في مكافأة عظيمة. وده اللي شافه القديس يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا. شاف جمع كبير جدا من الناس ما قدرش يعدهم، وبعدين الناس كلهم لابسين ثياب بيضاء، وجيب واحد من الشيوخ ال 24 اللي هم 24 قسيس سأل القديس يوحنا: مين دول؟ وجم منين؟ فالقديس يوحنا جاوبه وقال: يا سيد انت تعلم، انا ما اعرفش، انت اللي تعرف. قال له: هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقه. اذا كان في ضيقه عظيمه، كان في اهانه. يقصد ايه بالضيقه العظيمه؟ الضيقات اللي بيقابلها كل انسان في حياته: تعيير، شتيمه، اهانه لانك انت شخص مسيحي، اهانه ساعات من اهل بيتك عشان انت عاوز تنفذ وصايا الانجيل، مش عاوز تنفذ كلام الناس. اقرب الناس لينا بيواجههم اهانات لما نقول لهم احنا عاوزين نوزع الميراث بالشريعه المسيحيه. لما نقول لهم احنا عاوزين نمشي صح، مش نمشي زي الدنيا. لما نيجي نقول لهم ما يصحش الافراح بتاعتنا نحتفل زي الناس كده، احنا احتفالاتنا ليها وقار، المفروض نفرح قلب ربنا قبل ما نفرح اي حد تاني. تلاقي نفسك واجهت سيل من الانتقادات والتريقه والشتيمه. يا جهاد، لازم الانسان يجاهد. اذا الله خلق الانسان حرا، ولكن رفض الانسان الحريه وعاش يبحث عن سجن يصنعه لكي يسجن نفسه بداخله. ازاي؟ احنا عايشين احرار؟ ابدا. الانسان بطبيعته لو ما عاش مع ربنا هيكتشف انه هو عايش جوه سجن كبير صنعه لنفسه، سجن عايش فيه، سجن ممكن يكون اسمه المحبه الخاطئه، محبه الذات، سجن عايش الانسان فيه وبيعذب نفسه. محبه الفلوس، سجن عايش الانسان فيه وبيعذب نفسه. محبه اشخاص غير مناسبين، تيجي بنات كتير وتقول هو ما بيصليش بس يعني وعد انه يصلي، هو ملوش علاقه بربنا بس قال ما هيتحسن، هو شخص مش مسيحي بس مؤدب وكويس ما فيش اخلاق حلوه. سجن اسمه العاطفه الخاطئه، الانسان اخترع وعاش جواه. سجن كبير كده اسمه المحبه الخاطئه، محبة الذات، محبة الفلوس، محبة الناس، مش أشخاص غير مناسبين خالص. وفي سجن كبير تاني اسمه سجن الخوف. الخوف من الموت، الخوف من المرض، الخوف من المستقبل. يبقى الإنسان هادي كده وبينه وبين نفسه، ويبدأ الشيطان يبعت له فكرة ما يمكن يجي لك مرض زي فلان يتخبط. طب وانت ضامن المستقبل ايه؟ انت مش شايف الاحوال دلوقتي ايه؟ كمان 5 6 سنين هناكل في بعض مش هنلاقي ناكل.
يتخض. الموت ممكن يجي لك في أي لحظة، تضامن حياتك هتبقى إيه؟ يخاف ويعيش حياته في سجن اسم كبير اسمه الخوف. خايف من المرض، خايف من المشاكل في المستقبل، خايف من الموت. إذا الإنسان بيعيش في السجن، هو اللي بيخترعه وبيعيش جواه. إمتى يتحرر من هذا السجن؟ إن عاش مع المسيح. طب في سجن ثاني كبير، في سجن كبير اسمه العادات الرديئة. إدمان، مش قادر أبطل أشرب الحاجات دي، مش قادر أبطل أشوف الحاجات دي، مش قادر أبطل أفكر في الحاجات دي. إدمان الخطية، العادات الرديئة بقت مسيطرة على الإنسان وعاوز يتحرر ومش قادر. إذا الإنسان اللي بيرفض الوصية هو في الحقيقة بيعيش في سجن اسمه الخطية، مش بيعيش حر ولا حاجة أبدا، ده بيعيش مسجون جوه شهوته ويدخل في صراع مع نفسه. هو مش عاوز يغلط بس مش قادر ما يغلطش. عشان كده القديس بولس الرسول يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذه الخطية؟ لأن الذي لا أريده إياه أفعل. صراع جواه، مش عاوز بس مش قادر، مش عاوز أعمل دي بس مش قادر ما أعملهاش. أنا حاسس إن أنا مربوط مقيد، ببقى مجبور إن أعمل ده، ويندم ويتضايق ويبكي بعد كده، وبعد يومين ثلاثة يرجع تاني لنفس الخطية. ليه؟ لأنه مش عايش حياة عميقة مع المسيح المحرر الحقيقي لكل إنسان من كل عادة ومن كل فكرة ومن كل محبة خاطئة. إذا إحنا خدنا نقطة اسمها إيه؟ المسيح جاء ليحررنا من عبودية الخطية وسلطان الشيطان وخوف الموت. النقطة الثانية بتقول الحرية نعمة أعطاها الله للإنسان، ولكنه في معظم الأحوال بيختار بنفسه إنه يترك هذه الحرية ويعيش في سجن اسمه الخطية. آخر نقطة بتقول تنفيذ الوصية هي الحرية الحقيقية. رفض الإنسان الوصية وافتكر أن تنفيذ الوصية نوع من أنواع تقييد حريته، لدرجة أن بعض الملحدين قالوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات ليبقى في السماوات ويتركنا نعيش على الأرض كما نريد. مفهوم الحرية عند العالم أن أفعل اللي أنا عاوزه، ما دام ذلك أو اللي أنا هعمله ده غير مخالف للقانون العام للدولة، الدولة مش هتحاسبني عليه ومش هيضايق حد. يعني الناس بتخاف من القانون بتاع البلد، لكن ما تخافش من الله. بتخاف تضايق حد جارك، لكن ما تخافش من الله. بالدليل أخاف إن أتكشف، أخاف على ذاتي، بس ما أخافش من الله. ولذلك عدد كبير قوي يعملوا الخطية بس يترعبوا لو حد قال لهم أو هددهم إن أنا هكشفها. طب هي مكشوفة قدام الله مش مهم، بعدين بقى نشوف موضوع الله ده، يبقى نتوب بعدين، المهم محدش يكشفها. الله ما اديناش الوصايا علشان يقيد حريتنا، بل ادانا الوصايا عشان يحفظ انسانيتنا. يعني ايه الكلام الفلسفه؟ يعني ايه الله ما اداناش الوصيه علشان يقيد حريتنا، انما عشان يحفظ انسانيتنا. يعني ايه؟
الإنسان لما يعيش بالشكل اللي هو عاوزه بيتحول من إنسان راقي لشخص بيشبع، عايش عشان يشبع غريزته الحيوانية، عايز ياكل براحته، يشرب براحته، يطلب براحته، فبالتدريج بيفقد طبيعته الإنسانية الحلوة ويبدأ يبقى شخص شهواني عايش عشان يرضي الطبيعة بتاعت الغريزة اللي بنسميها الطبيعة الحيوانية. ما الحيوان عايش عشان ايه؟ ياكل ويشرب ويتوالى، عايش علشان يشبع غريزته، سعادته بيشبع غريزته. طب الإنسان لو عاش بالطريقة دي ما بقاش إنسان، ما حافظش على الطبيعة الإنسانية الراقية بتاعته، أصبح بيقترب للدرجة الحيوانية، أو بمعنى إنه عاوز يشبع غريزته وخلاص. فالله ادانا وصيتنا علشان يحفظ إنسانيتنا. الحاجة الثانية، الله ادانا الوصية عشان يحفظ بنوتنا. إحنا أبناء الله أو أولاد الله، والابن يطيع الأب. طب إذا تمردنا وخالفنا وصية الأب نفقد نعمة البنوة، مش هنكون أبناء. عشان كده القديس يوحنا يقول في رسالته الأولى: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. إذا في أولاد الله وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخيه. كل من لا يفعل البر فليس من الله. إذا مش هيكون ابن. يبقى الله ادانا الوصية مش عشان يطيبنا، إنما عشان يحفظ طبيعتنا الإنسانية. وادانا الوصية مش علشان يطيبنا، إنما علشان نفضل أبناء ليه. إحنا أبناء الله، هنفقد النعمة. أخيرا الله ما اداناش الوصية عشان يطيب حريتنا، بل ليحررنا من عبودية الخطية. زي ما قال القديس بطرس في رسالته الثانية عن الناس اللي بتتكلم عن الحرية، إنه دي أعيش بالشكل اللي أنا عاوزه، فيقول عنهم إيه؟ واعدين إياهم بالحرية. يعني الناس اللي عاوزين يعيشوا على راحتهم يروحوا زمايلهم يقول لهم إيه؟ يا عم عيش براحتك، يا عم سيبك من الكلام الفاضي اللي أنت بتسمعه، يا عم الحياة بتعيشها مرة واحدة تمتع بيها، انت ضامن هيحصل بيعمل يحصل بعد كده. يا عم عيش براحتك، ولما تكبر تبقى تدوب، بس عيش شباب. واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، لأن ما إن غلب منهم أحد فهو له مستعبد الضم. ولذلك من النعم اللي الإنسان بياخدها لما بيسيب الدنيا ينطلق من عبودية أو حرب الخطية فيتحرر إلى حرية مجد أولاد الله، زي ما قال القديس بولس الرسول: لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. ولذلك أحد القديسين قال: شعرت إنني على قمة العالم عندما أحسست إنني لا أريد شيئا ولا أشتهي شيئا. شعرت إنني على قمة العالم عندما أحسست إنني لا أريد شيئا ولا أشتهي شيئا. اتكلمنا في 3 نقط. النقطة الأولى بتقول: جاء المسيح ليحررنا من عبودية الخطية ومن سلطان الشيطان ومن خوف الموت. النقطة